السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنتعلم ازاي نعمل عروسة البحر دي على مج. اصلا الديزاين ده يا جماعه مش بتاعي، هو بتاع فنانه روسيه. اللوجو بتاعها تحت اهو، باراكودا ارت. انا دورت عليها على انستجرام لقيتها واستأذنتها ان انا اعمله فيديو وهي وافقت. بس بقول لكم ان ازاي احنا ممكن نعرف نجيب يعني صاحب المج من اللوجو بتاعه. هناخد دلوقتي لون صلصال، لون الجلد ده صلصال ديمو بالمناسبة، يعني لون الجلد ده انا عاملاه صلصال ديمو عشان ده اللي كان متوفر عندي يعني. انا عموما مش بحب ان انا انفذ مج بالظبط بحذافيره، يعني بحب مثلا انا اغير فيه شوية. بس صاحبة المج كانت عايزاه بالظبط نفس الشكل، يعني قاعدة تقولي مش عايزه يبقى فيه اي تغيير، انا عايزاه زي ما هو. قلت لها طيب، يعني ما انا ما عنديش مشكله طالما هي يعني نفسها فيه يبقى نفس الشكل ده. لكن انا عموما بحب ان انا اعمل الحاجه تكون مختلفه شويه. المهم ده كده شكل الجسم بتاعها. انا حاولت بالظبط يعني ايه اقلد المج على قد ما قدرت، وطلعت هي دي النتيجه يعني. بعد ما بنظبط الجسم بالمنظر ده بننعم بايدينا ونتاكد دايما ان ايدينا نظيفه، علشان خاطر الصلصال خصوصا الالوان الفاتحه بيلقط اي اوساخ او اي يعني شعر او كده موجود في الايد. كده احنا ركبنا الرقبه. دلوقتي انا بركب الصخره اللي هي قاعده عليها. هنستخدم البول تول علشان خاطر نعمل فيها الخطوط بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما نعمل الخط بالبول تول نحاول نقعد ننعمه بصوابعنا. الديل استخدمت له لون المنت ده، بيبقى عبارة عن لون ابيض ومعاه قطعة صغيرة خالص لون اخضر. بنقعد نتني فيه ونظبط فيه لحد ما يبقى شكله عامل كده. ناخد بالنا من النسب، يعني لازم يبقى النسب مظبوطة. ما ينفعش الديل يبقى تخين قوي والجسم يبقى رفيع قوي، يبقى شكله مش مظبوط. لو لقيت فيه اي شوائب على الصلصال بنضفها بقطعة وايبس عليها كحول او اسيتون. دلوقتي هاخد اللون الازرق ده، ازرق فاتح خالص، واعمل بيه بقية الديل بتاع العروسة زي ما انتوا شايفين كده. بالنيدل تول بتاعتنا هنعمل الشكل ده على الديل بتاع العروسة.
هنا بقى انا هدي ضي بالوان، ممكن تستخدموا الوان مايكا، ممكن تستخدموا اي شادو. انا دي كانت علبه اي شادو موجوده عندي، الوانها كانت عجباني قوي فجبتها للصلصال. الحقيقه انا بستخدمهاش يعني، انا يعني كميك اب يعني، هي بس بستخدمها للصلصال. حسيت الوانها حلوه وبتدي شكل حلو في الصلصال. نعمل شويه تضليل بقى بالوان الباستل، تقريبا نفس الكلام، نفس اللي بنعمله بالوان الاي شادو هو بيتعمل بالوان الباستل، بس مش هي مش بتلمع. الوان الباستل بتبقى الوان مط. الصدف بقى انا واخده اللون ده وبنعمله بايدينا كده كروكي كده على شكل مثلث، واحنا عايزين منه 2. ودلوقتي هناخد النيدل تول ونستخدمها عشان نعمل بيها شكل الصدف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنعمل كده في المثلث التاني كمان. نلزقهم في بعض، وبعدين ناخد الوان الاي شادو وجليتر ونعمل اللون ده، يدوا الضي او الضي ده على الصلصال. لو احنا عايزينه يثبت كويس جدا لازم نعمل بصوابعنا علشان خاطر ما يطلعش بعد كده كتير منه يعني بعد الغسيل، بعد ما ينشف في الفرن ونحطه في المية ما يروحش الالوان دي منه. نعمله بصوابعنا، نتك عليه سيكة كده يعني. دلوقتي انا بحط صلصال سائل بس عشان خاطر اعرف الزق الصدف ده ما يفكش من على العروسة. هنا انا بس وقع مني حبة زيادة فبشيلهم بالوايبس. بعد كده بقى هركب اول ايد. هي خدت قطعة من الصلصال للون الجلد ده وعملتها قطعة رفيعة خالص وتنتها من النص عشان خاطر تعمل شكل الايد. دلوقتي بقى هنعمل شكل الوش. انا حاولت يا جماعة على قد ما اقدر بصراحة ان انا اوريكم ازاي عملت الوش، بس المشكلة دايما انه صوابعي بتيجي يعني قدام الكاميرا على طول وانا بشتغل، بس يعني قولوا لي كده لو كان الطريقة واضحة ولا مش واضحة. لو مش واضحة ممكن اعملها لكم في فيديو مخصوص لوحدها. وانا حاولت اقرب كمان علشان خاطر يبان التفاصيل وانا بشتغلها. دلوقتي برضو انا بنضف بوايبس فيها كحول. هاخد الكتر وحاول اقطع الشكل كروكي كده، اللي هو شكل مكان ما المناخير تكون موجودة ومكان الشفايف ما تكون موجودة زي ما انتوا شايفين كده. ده مش شكل مظبوط قوي، لا هو انا بس عملتها قطعتها بالكتر كروكي، وبقعد بصوابعي بقى والادوات السيليكون والبول تول ان انا اظبط شكل الوش. دي بتيجي بالممارسة يعني، نقعد نشتغل الموضوع ده كتير هتعرفوا تعملوها. مش من اول مرة هتيجي على فكرة، انا ما جاتش معايا من اول مرة، انا بس عشان الفيديو. شايفين بستخدم البول تول ازاي عشان خاطر ابين شكل الشفايف تحت المناخير على طول.
زي ما بقول لكم موضوع يعني بياخد وقت شوية. نستخدم فرشة السيليكون دي والبول تول وصوابعنا ونفضل نظبط فيها بحيث ان احنا نوصل للشكل اللي احنا عايزينه في الاخر. انا كده هو الشكل ده كده كنت مبسوطة بيه فخلاص. خدت بقى فرشة صغيرة خالص وحطيتها في لون باستيل احمر عشان خاطر اعمل بيها لون الشفايف ده. دلوقتي باخد النيدل تول واحاول احدد لنفسي مكان العين هيكون فين، لان انا العين النهاردة هرسمها بالاكريليك، انا مش هعملها بالصلصال، بس انا بحدد لنفسي شكل العين هيكون قد ايه وفين. بعد ما عملته بنيدل تول يا رب يكون باين. دلوقتي بقى واخده الفرشه الصغيره بتاعتي وبستخدم الوان اكريليك. ده لون اكريليك ابيض. وبملى بيه كل العين. بعد ما بعمل كده بسيب الابيض ده ينشف خالص، وبعدين بقى واخده لون ازرق، ده لون عينيها، لون ازرق، واعمل بيه الشكل بالمنظر ده. هي عندها زي يعني لون ازرق من بره ولون ازرق فاتح من جوه، ازرق غامق من بره وازرق فاتح من جوه، فهو ده اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين النني بقى لون اسود بالطريقه دي بنحطه. ناخد بقى الفرشه بتاعتنا رفيعه ونعمل بيها الجفون بتاعه العروسه. الجفن اللي تحت خط اسود رفيع، الجفن اللي فوق خط اسود طويل عشان خاطر يبقى كمان معاه الرموش. انا كنت عملت الشعر وما صورتش الجزء ده، فبوريكم شكل الخصل عامل ازاي، وبعدين هوريكم شكلها بقى عامل ازاي بعد ما لزقتها على الشعر. بس كل الخصل انا عاملاها بنفس الطريقه دي بنيدل تول، بس بعمل فيها شكل الشعر، وهي خصل سميكه على فكره مش رفيعه قوي يعني. وبعدين باخدها والفها من تحت عشان تبقى كأن الشعر طاير في المية. ده شكل شعرها، وده اللي انا ركبته على راسها كلها لحد ما بقت شكلها كده. بعتذر جدا ان انا ملحقتش اصور اللقطة دي، مش عارفة ايه اللي حصل وما طلعتش في الكاميرا، مش عارفة، يمكن قطع مني، ما كانش فيه ميموري، مش فاكرة ايه اللي حصل بالظبط. ده بقى السمكة بتاعتها. هناخد اللون صلصال لونه اصفر ونعمل منه كورة بالشكل ده ونبططها. وبعدين برضو زي ما عملنا في الوش هناخد الكاتر ونحاول، زي ما عملنا في وش العروسة، هناخد الكاتر ونحاول نعمل بيه شكل السمكة بتاعتها. انا عموما مش بحب اعمل اشكال ديزني قوي فيديوهات، بس ده حسيت يمكن وشها مختلف شوية عن اريال بتاعة الفيلم اصلا، فيعني قلت مش مشكلة، مش هيحصل حاجة يعني. ناخد بقى النيدل تول ونعمل بيها الجزء ده اللي هو ما بين المناخير والبق، من المناخير والعين قصدي. وبكمل بالنيدل تول واعمل بيها شكل البق وهو مبتسم. فيلم عروسة البحر ده كان من الافلام المفضلة بالنسبة لي وانا صغيرة، وكنت بحب السمكة بتاعتها دي قوي. انا ما عملتهاش على الماج، عملتها دلوقتي كده على اللي هي مفرش السيليكون بتاعي عشان يبقى اسهل لي ان انا اتحكم فيها واعرف ابين لكم كمان التفاصيل وانا بعملها بتتعمل ازاي. بس عملنا الخرم مكان العين، وحطيت طبقة صلصال لونها ابيض، وبعد كده برضو هستخدم بقى الفرشة الصغيرة والصلصال اسود عشان اكمل بيه شكل العين. العين بتاعت فلاوندر دي شكلها سهلة، ما فيهاش اختراعات كتير يعني. بس بعد ما عملنا بقى الجزئية دي
كده يبقى خلاص مش فاضل غير ان احنا نحط الزعانف بتاعه السمكه. انا شلتها بقى بالكتر الطويل بتاعي وهحطها على المج، وبعد كده هلزق عليها بقى الزعانف بتاعتها. بنفس بقى اللون الازرق بتاع الديل بتاع العروسه من تحت، هاخده اعمل بيه الزعانف بتاعه السمكه بتاعتها دي بالشكل ده. انا مرققاها خالص على فكره، الزعنفه دي رفيعه خالص. بعد ما احطها على الراس هبدا اقصها بقى بالكتر بحيث انها تديني الشكل المناسب. بالكتر بقى احاول اقص واعمل تفاصيل، وبنيدل تول برضو هعمل بقيه التفاصيل. هعمل بقى خطوط طويلة بنفس اللون اللبني ده، هعمل خطوط طويلة واحطها على جسم السمكة، وبنفس اللون برضو هعمل الديل. الزعنفة بتاعته بقى اللي على جنب عبارة عن كورة صفرة، وبدمجها من فوق كويس بالبول تول، بدمجها في جسم السمكة نفسها، وبعدين احط فيها الزعنفة بتاعتها اللون اللبني ولون ازرق غامق من فوق، والزقها بالطريقة دي. هاخد النيدل تول بقى واعمل فيها شوية تفاصيل. باللون الازرق بقى الغامق ده هحطه
فوق كل لون لبني، يعني زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر يديني التفاصيل بتاعة السمكة. وشوية تضليل بقى بألوان باستيل، لون أزرق. وهنا هعمل ايدها التانية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. لازم طبعا دي تتلزق بصلصال سائل في الجسم، عشان دي يعني مش هعرف ادمجها كويس، والا هبوظ شكل الصلصال نفسه. دلوقتي بقيت تفاصيل المج بقى. هناخد صلصال لون اخضر، نعمل بيه الاوراق دي زي ما تكون طحالب مثلا، او الزرع اللي هو بيكون موجود تحت في البحر. هنعمل من دي 3 وهنلزقهم جنب الصخرة اللي هي قاعدة عليها بالطريقة دي. بعد كده هنعمل قوقعة، هنبرم قطعة صلصال لونها بيج بالمنظر ده، وبعدين هنبقى زي حلزونة كده، هنعملها زي حلزونة حوالين نفسها كده. نعمل شوية تفاصيل فيها بالنيدل تول. لو الصلصال مش بيلزق في بعضه يا جماعة بسهولة، عشان الدنيا حر اصلها، فدلوقتي صلصال معظمه بيلزق في بعضه جامد. لو مش بيلزق في بعضه كويس، حاسينه بيفك بسهولة، لازم تحطوا له صلصال سائل. بعد ما عملتها كده القوقعة دي، هديها برضو شوية الوان تضليل كده باللون البني، الوان باستيل، عشان يديها شكل طبيعي. والناحية التانية برضو هعمل فيها ديكور باللون الموف. الناحية التانية من الصخرة هنعمل من دي مثلا 4 أو 5. وبرضو ناخد النيدل تول بتاعتنا ونعمل بيها الخطوط دي. وبعد ما نخلص بالبول تول بتاعتنا نعمل الخروم دي من فوق. وبس كده، احنا كده خلصنا المج. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتقولوا لي ايه رايكم تحت في الكومنتات. ولو عندكم اي حاجه عموما عايزين تسالوا فيها او عايزين تقولوها، قولوها لي برضو في الكومنتات. وكمان يا ريت تساعدوني وتقولوا لي تحبوا الفيديو الجاي يبقى عن ايه، عشان انا ببقى محتاره فعلا ومش عارفه اعمل ايه. فقولوا لي المره الجايه تحبوا نعمل ايه ان شاء الله. طبعا الفيديو الجاي هيبقى بعد العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين. يلا ميرسي، باي باي.